ابعت له صورة ولا كده يبقى غلط؟ بس هو قال انه بيحبني، وبعدين دي صورة مش حاجة كبيرة يعني. يوه، ايه الحيرة دي يا ربي؟ رسالة من القلب لكل مراهقة: انتي غالية قوي، اغلى مما تتخيلي. عندك امانات هي اغلى ما اعطاك الله. قلبك، جسمك، ضحكتك، كرامتك، كلهم امانة غالية بين ايديكي، وربنا امرك تحافظي عليهم. ما تكونيش مستباحة لأي شاب أو علاقة مؤقتة تستهلك قلبك، مشاعرك، وقتك، تستهلك أجمل سنوات عمرك اللي تبني بيها شخصيتك القوية. مش كل شاب بيقولك كلام حلو يبقى صادق. الشباب بيكون هدفه يضحك على مشاعرك ويكسر حيائك وياخد منك حاجات انت غالية عليها، وبعد ما ياخد اللي عايزه يرميكي ويروح يدور على غيرك، وعادي جدا. طب ليه البنات بتقع في الفخ ده؟ لأنها ببساطة بتحتاج كلمة حلوة، واحد يحسسها إنها مميزة ومحبوبة، فتصدق الوعود الكاذبة: بحبك ومش هسيبك، وانتي أول واحدة في حياتي بجد، أو نتجوز لما نكبر، أو البنت تحس بوحدة فتتعلق بأي اهتمام يوصلها، وده فخ خطير. طب تعملي إيه مع المشاعر دي؟ عيشيها مع الناس الصح: أبوكي، أخوكي، أمك. قربي من أسرتك وتكوني معاهم علاقة جميلة. حوطي نفسك بصديقات أوفياء، عيشوا مع بعض مشاعر الاهتمام والصداقة والأخوة. اوعي تسيبي نفسك فاضية، اتطوري، اتعلمي، قوي نفسك بالمهارات. الفراغ قاتل للقلب والنفس، الفراغ سبب كل الشرور، الفراغ بيفتح ليك الباب لكل شيء سيء. اهتمي بدينك، بدراستك ومهاراتك، لأنهم العامل المهم والأهم لمستقبلك وقيمتك الحقيقية بالمجتمع، وقيمتك يوم ما تكوني مع الشخص الصح بالوقت الصح. اعرفي ان اخطر خطوة بتاخدها البنت هي انها تبعت صورها. لما تبعتي صورتك لشاد حتى لو كنتي واثقة فيه مليون مرة، انتي سلمتي حياتك ومستقبلك في لحظة ضعف. الصور دي ممكن بل اكيد هتتسرب، تتسجل، تتخزن بدون علمك، تتنشر في لحظة غضب او فراق حتمي، وبعدها الندم. ما بيرجعش حاجة، ولا بترجع سمعتك ولا كرامتك ولا احترام الناس ليكي. مجتمعنا للأسف قاسي جدا على البنات، حتى لو الغلطان هو الشاب، اللي بتدفع الثمن الأقدر هي البنت. في مئات القصص الحقيقية لبنات وثقوا في شباب بعتوا صور، ولما الأمور فشلت اتفضحوا وضاع مستقبلهم، ما قدروش يرجعوا حياتهم الطبيعية تاني. مفيش حاجة اسمها هو أمين ومش هيعمل كده، لأن القلوب تتغير والنفوس مش دايما سليمة. لو بتحبي نفسك بجد ما تسمحيش لحد يستغلك. ما تديش ثقتك في أي شاب بيطلب صورة أو كلمة مش محترمة. خلي دايما بينك وبينه حدود واضحة وصريحة، واعرفي إن الحب الحقيقي مش بيطلب منك تتنازلي عن كرامتك أو دينك أو حيائك. الحب الحقيقي بيحميكي ويخاف عليكي. ولو حسيتي بوحدة أو فراغ الجئي إلى الله، ولو لا قدر الله ضعفتي مرة اقفي فورا وقولي له: يا رب ارزقني بالحب الحلال اللي يصني مش يكسرني. اقفي فورا، اقطعي علاقتك بيه مهما وعدك. ولو قدرتي تتحلي بالشجاعة وتلجئي لحد كبير ما تتردديش أبدا، لأنك هتتعرضي لابتزاز وضغط أكبر منك بكتير. وارجعي لربك بتوبة صادقة، ربنا غفور رحيم، مفيش ذنب أكبر من رحمة ربنا. رسالة من القلب لكل مراهقة: انتي جوهرة، مش أي حد يستحق لمسك ولا حتى صورتك. اوعى تبيعي نفسك مقابل كلمة حب كاذبة. اللي يحبك بجد هيجيلك من باب بيتك ويحترم أهلك ودينك، مش يستغلك باسم الحب. حافظي على نفسك عشان لما يجي الشخص الصح تكوني فخورة بنفسك وقلبك أبيض ومرفوعة الرأس قدامه وقدام ربنا. وخلي بالك، الشيطان بيزين الغلط في البداية بس، وبعدها يرميكي للندم والذل والخوف مدى الحياة. صورتك، كرامتك، سمعتك أغلى من لحظة إعجاب أو كلام غشاش، واللي يفرحك بكلمة هيكسرك بلحظة، واللي بيحبك بجد مش هيخليكي تحتاجي تختاري بين حبك وكرامتك. انتي أجمل لما تحمي نفسك وتصوني قلبك وتكوني عزيزة بدينك وحيائك. خليكي جوهرة مصونة، مش لعبة في إيد أي حد. لو الفيديو فرق معاكي
ساعدينا إنك تشاركيه مع أي حد بتعرفيه عشان صوتنا يوصل لكل بيت، ويمكن يكون خير لأي حد بيتعرض للموقف ده. ودمتم في أمان الله ورعايته.